واحد من الصيادين كان في رحلة لغرب النرويج، وتحديدا في إحدى الغابات الموجودة هناك في سنة 1970. المهم أثناء ما هو ماشي في الغابة كان عثر على سيدة مقتولة وملقاة على جنب تحت شجرة. طبعا من غير أي تفكير بلغ الشرطة فورا بكل اللي هو شافه. ساعتها طلع فريق من الضباط لمعاينة الواقعة وعلشان يعرفوا مين الست دي ومين الجاني اللي عمل فيها كده وإيه الأسباب ورا ارتكاب الجريمة دي. الموقف في البداية كان محير ليهم جدا، وده ببساطة لأن الشرطة عثرت على 9 جوازات سفر بأسامي وجنسيات مختلفة، وكلها بتحمل نفس صورة السيدة هي، وما بقيوش عارفين هي أنهي شخصية فيهم بالظبط. حولوها للطب الشرعي علشان يعرفوا أسباب الوفاة، لكنهم اتصدموا من التقرير، وده ببساطة لأن التشخيص بيقول إنها تناولت كمية كبيرة من حبوب المنوم، ودي معناها إن هي حاولت تنهي حياتها. وفي نفس الوقت في بعض الآثار والكدمات، ودي بتدل ان في حد هو اللي قتلها وعمل فيها كده. ساعتها الموضوع اصبح محير اكتر بالنسبة للمحققين، ومن ساعتها الشرطة بتحقق في القضية من وقت للتاني، لكن للأسف ما توصلوش لسه لأي نتيجة. يعني هتلاقي الجاني ذات نفسه مات وشبع موت. الشرطة اختارت اسم ايسد الومن علشان تحدد بيه الشخصية دي بشكل عشوائي، او كاسم مميز وعلامة للقضية، ودي بتعتبر واحدة من اشهر القضايا الغامضة على مستوى العالم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، وتقولي رأيك في التعليقات. شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك، والقي نظرة كده على المحتوى القديم وقولي ايه رأيك في اللي انا بقدمه. سلام.